السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده ومحطه جديده من رحله البحث عن الذات، الرحله اللي احنا بدأناها من اول رمضان. في البدايه احب اشكر كل الناس اللي بتدعم الفيديوهات والبرنامج باللايك والشير والتعليقات، سواء على الخاص او في التعليقات على كل فيديو. ما تنسوش تشتركوا في القناه، فعلوا جرس التنبيهات وتسيبوا رايك في التعليقات. وتعالوا نخش في موضوع جديد ومحطه جديده في رحله البحث عن الذات، في رحله البحث عن نفسنا. محطة مهمة جدا 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 جدا، ألا وهي الطريق مش سهل، النجاح مش سهل. الناس اللي داخل اللي فاكرة إن النجاح سهل، والنجاح أي حد ممكن ينجح عادي، تيجي ايزي يعني. الناس اللي فاكرة إنها ممكن تنجح أو إنها تعتق من النار تيجي ايزي يعني، والدنيا الحلوة البيس دي، انسى. الموضوع عمره ما كان سهل. الموضوع صعب، ايوه الموضوع صعب. تحقيقك لطموحاتك واحلامك في الحياه شيء مش سهل، شيء صعب جدا. حط قدامك قاعده اساسيه وانت ماشي في الحياه، انك هتقابلك ازمات وتحديات كتير جدا 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 جدا. يا عم حسام، بص انا ما بحبش تتكلم كده على الفاضي، ما تجيب لنا مثل كده. تعالى نتكلم في الدين. ايه رايكم في القران؟ ربنا بيقول في اول سوره العنكبوت الف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الفكرة كده، معنى الآيات دي إيه وإيه لازمتها في الدين، في الجانب ده خصوصا عندنا في رمضان وفي حياتنا كلها بصفة عامة. بصوا يا جماعة، خدوها قاعدة أساسية في حياتكم. اي انسان، اوعى تفتكر في دماغك كده انك لما تقول انا عايز انجح هتلاقي الدنيا مفروشه بالورد والناس تقول لك اتفضل يا نهار ابيض اتفضل، ده احنا عايزينك، ده احنا محتاجين نجح، حد ناجح خالص. انسى. ولو جيت تقول انا عايز التزم، انا قررت ان انا التزم، انا قررت ان انا اصوم، انا قررت ان انا اقيم الليل، انا قررت ان انا اقرا قران او احفظ قران، هتلاقي الدنيا عندك بيس والدنيا هاديه والليله حلوه. الاجابه القطعيه: انسى. انسى، ايوه انسى، ايوه انسي. الدنيا مش كده ولا الدين كده. امال ايه؟ ربنا بيقول لك في الايات اللي لسه قايلها دي: احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. حط قدامك القاعده كده. لو انت هتقول انت عايز تؤمن، انت عايز تقول انت عايز تنجح، انت عايز تمشي في طريق ربنا، انت عايز تمشي في طريق النجاح، لازم هتلاقي قدامك فتن، لازم هتلاقي قدامك عقبات، لازم هتلاقي قدامك حفر ومطبات، وهتنط من حفره تقف في ضحضيره وانك تطلع وتنزل. هي ده بالظبط، هو ده النجاح، هو دي علاقتنا بربنا. يا عم حسام، تعالى ندي مثال من الواقع في رمضان. احنا ناويين ان احنا نعتق من النار زي ما قلت في البدايه خالص في الاول الحلقات. الحلقه من رمضان مش تنشيد، ولا في الحلقه الثانيه لما قلنا ده مش يا عم مش رمضان والسلام. ايوه، هي الفكره فين؟ انت تقول ان انت نويت ان انت تصوم، لا يا حبيبي. ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا منها عظيمه. هتلاقي قدامك ايه بقى؟ انت قررت تصوم وتصلي، الشياطين الانس والشياطين الجن مش هيسمحوا لك بكده. ليه بقى؟ هيحط لك قدامك اغراءات ده عشان يبطلوا صيامك او ينزلوا اجر صيامك او ما يخلوكش انك تصوم اصلا. دي حاجه. الحاجه الثانيه مش بس كده، لا ده مش هيخلوك انك ولا تصلي عشاء ولا تصلي تراويح ولا تصلي قيام ليل والكلام ده. ليه؟ لان هم عاملين لك لسته، بيعدوها لك لسته بقى ايه؟ الافلام والمسلسلات والبرامج اللي شغاله على طول شهر رمضان، طول الليل والنهار. حضرتك هتيجي قدامك فرصه للعباده، هيكون قدامك فرصه انك تمسك القران وانك تختم القران مره واثنين وثلاثه وخمسه و10 و15 و20. لا، هي قدامك فرصه انك تصلي عشاء وتصلي تراويح بنص جزء وبجزء وبجزئين. لا، هي قدامك فرصه انك تصلي قيام الليل وتختم القران في كامله. لا، ده طبيعي طبيعي. الحياه وطريق النجاح مليان ازمات. ازمات زي ايه؟ اول حاجه، اول عدو، يعني احنا اتكلمنا في اعداء، في جاهد نفسك من اهم اعدائك هي نفسك. انا حتى الخوف، القلق، المقارنات. خد بقى ايه؟ قله الثقه بنفسك،
تسمع عن كلام الاخرين، الناس تقول لك وانت تبتدي انت كمان. لا، هو كلامه صح، ما تلاقيش عندك شخصيه، ما تلاقيش موطن نفسك. طب ما الناس بتعمل، تبتدي بقى تقول ايه؟ ما الناس بتعمل، هي جت عليا انا. وايوه، هو ده بالظبط اللي تبتدي نعمله. ده مع نفسك، وتلاقي نفسك انك مكسل، انك مش عايز تقوم، انك لسه هقوم اتوضى واصلي العشاء والتراويح واقف 11 ركعه. يا لا، ده كتير، ده 15 كمان، ده بصلاه العشاء و11 ركعه بالتراويح والشفاعات. لا انا تعبان، لا انا هنام شويه وبعد كده بصحى ان انا اكمل. لا طب انا هقرا قران شويه، هنام لي شويه بعد كده ابقى ايه، هبقى اقرا قران. لا، هتفرج على الفيديو ده او هتفرج على المسلسل ده، بعد كده هبقى اقوم. ايوه، هي دي طبيعه النفس البشريه. فانت بتواجه نفسك، بتحارب نفسك. اول حاجه بتحاربها هي نفسك. تاني حاجه البيئه اللي حواليك. انت بتحارب البيئه اللي حواليك، كلنا بنحارب البيئه اللي حوالينا. ايوه، احنا البيئه اللي حواليك مش هتساعدك على النجاح. اوعى تفتكر انك هتلاقي بيئه صالحه لنجاحك 100%. انسى. ولا جوه مصر ولا بره مصر، ولا جوه مصر ولا بره مصر. النجاح يا حبيبي محتاج تعب ومجهود كبير جدا. انت لما تيجي تقرر في وسط اهلك كده، يعني افتكر الموضوع ده في فيلم اللي مش عارف انتوا اتفرجتوا عليه ولا لا، لان لسه اتفرجت عليه. اسمه الحاسه السابعه. لما كان احمد الفيشاوي طلع بدور اللي هو ايه، لاعب كونغ فو، وقرر اللي هو ينزل ماتش قصاد بطل العالم في الكونغ فو اللي هو كان اسمه فو مانشي. ايوه، لما قرر قدام اهله ايه، الكل ضحك والكل استهزأ بيه واتمسخر بيه. هو ده اللي انت هتعمله. انت عايز تنجح، هتلاقي اللي يقف قدامك ويستهزأ بيك. يا حبيبي، دي اصلا شيم الانبياء. هات لي نبي من الانبياء اهله كانوا معاه. قليل قوي، نادرا جدا لما تلاقي نبي كان قدامه اهله كانوا معاه، نادرا. ليه؟ ما هو طبيعي، مش انت بتخرج عن المألوف، فانت بتلاقي عقبات كتير جدا. هتلاقي اللي قدامك يقول لك ده مجنون، ده عبيط، ده بتاع امل، ده على راي الدكتور ابراهيم الفقي لما كانوا مسمينه مستر امل. ايه ده، انت اتكلمنا عن امل في وقت احنا الزمن كله ضايع والناس فاشله والناس مش لاقيه تاكل، وانت جاي تكلمني في نجاح؟ هو ده. هي دي الفكره. ما هو يا جماعه، حتى انا قلتها، النجاح في زمن الكورونا. ابقوا شوفوا الفيديو ده في رمضان بتاع كورونا. في رمضان كورونا قلت لكم نقطه مهمه، والله النقطه دي يعني حتى استاذي ربنا يجزيه كل خير دكتور شرف ابو فرحه قالها. سبحان الله، يعني اغلب ان ما كانش 99% من الاختراعات اللي اخترعت اللي احنا عايشين بها النهارده دي، اخترعت فين؟ في زمن الشده، في ازمنه الحروب. تلاقي في زمن الحرب، تلاقي الحرب العالميه الاولى والثانيه والاحتلالات والكلام ده، تلاقي في اختراعات بتطلع. تلاقي في الوقت ده الشده بتصنع ده، الشده بتصنعك. الاحتياج هيخليك تولد ايه؟ افكار كتير، انتاجات افكار كتير، فانت هتلاقي نفسك انك بتنجح. الشده اللي احنا فيها دي محتاجه ناس انها تشغل دماغها، انها تبحث، انها تدور. هتلاقي نجاح، هتلاقي فرصه للنجاح. مفيش وقت ما فيهوش فرصه للنجاح. في عقبات، ايوه في عقبات. ما انا قلت قبل كده، انت عندك استعداد انك تدفع الثمن؟ استعدادك لدفع ثمن النجاح، انك تدفعه من مجهودك واعصابك وسهر ليالي ووقفك لتعبك وشقه. ما هو ده اللي عليه الاجر. عشان كده قلت لكم دايما ايه، لكل مجتهد النصيب. انت لما بتتعب قصاد نفسك وبتحارب نفسك، اوعى تفتكر انك لما تقول لي انت صايم مش هتلاقي بنت في الشارع مش متبرجه. لا، هتلاقي كمان، وهتلاقي اصحاب السوق كمان، وهتلاقي اللي يعينك على الباطل اكتر من اللي يعينك على الحق. ده طبيعي. عشان كده ربنا بيقول لك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. لازم، ما انا قلتها لك في حلقه قبل كده، انك لازم يا حبيبي تقعد مع صحبه صالحه، الصحبه اللي تعينك وتشدك لطريق ربنا. عشان كده قلت في فيديو سابق كنت اتكلمت فيه عن العدوى. فيديو العدوى، قول لاصحابك مين، اقول لك انت مستقبلك ايه. هي دي الفكره. انت هتقابل وهتقاوح كتير. انت هتلاقي ظلم من المجتمع، ظلم من مسؤولين، هتلاقي ازمات وتحديات وازمات ودي. ليه؟ ما هو طبيعي يا حبيبي، طبيعي. ربنا بيقول لك ايه؟
الذين امنوا ام حسب الذين امنوا الايه ايه؟ ام حسبت بسم الله ده سبحان الله الايه طارت مني. اللي هو الايمان، وانك مش هتفتن، انك تقول ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. ان يقولوا ايه؟ امنا وهم لا يفتنون. انت لما تقول لي امنت، انت مش هتبقى خلاص الدنيا كده حلوه، لا، ده انا هبتليك، هبتليك بفتن. ليه؟ عشان تشوف ليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هنا بصوا يا جماعه، والله انا قلتها كتير، وهتلاقي في فيديوهات بقولها كتير، وحتى قلتها في محاضراتي وبقولها هنا كمان. حبيبي، عايز تعرف الشخص ده صادق ولا كذاب؟ قول له، خليه بيقول لك انا عايز مثلا، عايز اكون مهندس، عايز اكون مهندس ناجح، عايز اكون صاحب شركه. حطه في ازمات، مع اول عقبه شوفوا هيعمل ايه. لو مع اول عقبه استسلم وتراجع، يبقى ده عمره ما كان صادق. لان الصدق محتاج صبر والتزام وعزيمه وموحى. انا نويت ان شاء الله اللي انا في رمضان هعتق من النار. ايوه، انت هتعتق من النار، ماشي، خد لك فتن، خد لك فتن، خد لك شهوات، خد لك ازمات، خد لك احباط، خد لك كسل. ايوه، وانت بتحارب ده، انت هتحارب هنا، هتحارب هنا، وهتحارب هنا، وهتحارب هنا، وهتحارب هنا، هتحارب في جميع الاتجاهات. ايوه، انت ده النجاح، ده النجاح. عشان لما تيجي تقعد وتوصل للنجاح، تبص ورا، ده انا اتقطعت حتت عشان اوصل للي انا فيه النهارده. هات لي شخصيه ناجحه على مر التاريخ ما اتقطعتش، ما حاربتش، ما اوحتش. يا ابني، انا بقول لكم الكلام ده من اول زمن الانبياء. اقرا كده في زمن الانبياء، اقرا في كل نبي كان حصل له ايه، اقرا في حياه الانبياء حصل لهم ايه، اقرا في حياه الصحابه حصل لهم. يا عم، دول جانب ديني. طب خش بقى في جانب حياه الشخصيات الناجحه. اقرا بس يعني، عايزك تاخد كده نفسك كده، اقرا في قصه حياه كنتاكي اللي هو كولونيل ساندرز، او نجاح بعد سن ال60 زي ما اتقال في احد الكتب. اقرا في الكتاب ده، انت هتلاقي ذهول. يا عم اقرا، شوف هيلين كيلر عملت ايه. هيلين كيلر اللي هو العمياء الصمة اللي ما بتتكلمش، شوفها وصلت ازاي. واحده زي ماري كوري عملت ايه، اوبرا وينفري عملت ايه، بيل جيتس عمل ايه. ايوه، الناس دي نجحت ازاي، الناس دي وصلت ازاي، جراهام بيل وصل ازاي، الناس دي وصلت ده، احمد زويل وصل ازاي. الناس دي قابلت ايه، وقعت ازاي، وقعت وقابلت من تحديات وصعاب، وسافرت وهجرت وراحت هنا وراحت هنا، وقابلت تحديات كتير جدا 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 جدا. اقرا واتعلم في قصص لشخصيات ناجحه. انت تقعد تقول انا لو مكانك انا مش هكمل. انا لو مكانك ده انا كنت زماني مت ورحت المستشفى في ازمه من الازمات دي. والت ديزني نفسه ده ذهول تاني لوحده. واحد يا جماعه افلس 5 مرات. انتوا متخيلين 5 مرات يفلس؟ يعني افلاسه اللي هو خلاص بقى عشان تبقى اكبر مدينه ملاهي في العالم بتاعته. فهي دي الفكره، فكرتنا الاساسيه اللي احنا بنتكلم بيها النهارده. هي فكره اوعى تتخيل ان الموضوع سهل وان النجاح سهل. لا، النجاح مليان صعاب، مليان ازمات، مليان تحديات. طريق ربنا، طريق النجاح مليان فتن ومليان شهوات ومليان ازمات. ما انا قلت لك في الحلقات اللي فاتت، حفت الجنه بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حفت المكاره، هتعمل كل اللي انت ضد نفسك عشان توصل للجنه. والشهوات، وقعت في فتنه في شهوه، وقعت في النار. ما هي متحوطه بشهواتك بقى، والشهوات والملذات هي اللي هتوقعك في النار، هتبعد عن طريق ربنا. ونفس الحكايه، طريق الفشل محتاج ايه؟ استسلام ويأس. يا عم كبر دماغك، يا عم خلاص، هي زي ما تيجي هتعمل ايه؟ بس وتستسلم وتقعد حاطط ايدك على خدك وتندب حظك وتعيش دور الضحيه وتعيش دور المظلوميه. النتيجه ولا بتعمل اي حاجه، مجرد عايش تعيش ومكتئب، وممكن تفكر توصل لدرجه من درجات انك ممكن تقتل نفسك وتنتحر. بسبب ايه؟ بسبب استسلامك، بسبب اللي انت وصلت له. فهي دي الفكره يا جماعه، ده اللي انا عايز اقوله لكم النهارده. اوعى تستسلم، كمل في طريقك، حط لنفسك اهداف، حط لنفسك اكتر من خطه، استعين بمتخصصين، اتصاحب على شخصيات ناجحه وناس عايزه تنجح تشدك للطريق ده، سواء في دينك او في دنيتك. بكده خلصت معاكم الفيديو النهارده عشان الوش اللي ورايا ده، واشوفكم فيديو جديد. وكل عام وانتم بخير. ما تنسوش تشتركوا القناه وعلى جرس التنبيهات. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.